ساويرس بيقول لك امسك الكاش، بس في نفس الوقت بيقول لك العقار هيغلى. طب ازاي الكلام ده؟ ساويرس بيحذر وبيقول في تسونامي هيضرب سوق العقارات والحديد، وان السيوله النقديه هي الحل الامثل. نصح ساويرس الناس ان هي تحتفظ بالكاش مؤقتا، وان هي تبتعد عن اي مخاطر لحد ما تتضح الرؤيه النهائيه للمفاوضات بين ايران وامريكا، بس في نفس الوقت اكد ان العقار يظل الملاذ الامن على المدى الطويل. طب هنا السؤال، ليه العقارات هتغلى؟ ساويرس بيتوقع قفزه جديده في اسعار الشقق والعقارات قريب، والسبب هو الارتفاع الجنوني في سعر مواد الطاقة، وطبعا السبب هو أزمة مضيق هرمز. التوترات في المضيق أثرت على ارتفاع سعر مواد الخام، ونقص إمدادات الطاقة أدى لارتفاع تكلفة الإنتاج في مصانع الحديد والأسمنت. أنت عارف إن المصانع رفعت سعر الطن ل 8% علشان النهارده يبقى بيكسر حاجز ال 40,000 جنيه رسميا للطن الواحد، وطبعا ده بسبب تكاليف الاستيراد. بس خليني أقول لك على حاجة، اللي بيستثمر وقت الاستقرار غالبا بيمشي مع السوق، إنما اللي بيستثمر وقت الأزمة هو اللي بيسبق السوق وبيحقق أعلى استثمار. قول لي بقى أنت مع أنهي رأي فيهم؟ أنا معتز الشناوي، والعقار قرار.